السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناتي يوميات حبيبة. وصفتنا لنهار اليوم إن شاء الله حبيت أني نشارك معكم لي كريب بذوق الشوكولا بحشو مقرمش هايلين بزاف. صدقوني من أروع ما يكون. إذا جربتوا الوصفة متأكدة أنها راح تنال إعجابكم. بدون إطالة أحمر للمقادير وطريقة العمل، ما تنسونيش بنات بلي جيم واشتراك في القناة اللي ماشي مشترك. أول شيء يا بنات راح نبدأ بالمقادير، بعد نمر مباشرة طريقة العمل. بالنسبة للمقادير راح نسحق هذو المقادير عفوا بنات راح يدير لكم من 15 حتى 17 حبة. راح نسحقوا هنا أول شيء عندي كاس ونص تاع حليب، كاس تاع فرينة، مغرف كبيرة تاع شوكولا تختيني، أنا استخدمت الجزيرية ممكن تستخدموا أي نوع. نسحقوا 3 حبات تاع بيض، 2 مغارف كبار تاع كاكاو بني، و2 مغارف كبار تاع سكر كريستاليزي يعني السكر العادي، ونسحقوا لافاني، استخدمت بودرة ممكن انك تستخدمي ليكي. بالنسبة للمغرف اللي عبرت بها كاكاو والسكر هذه هي نفسها راح نعبر بها شوكولا تختي. اما بالنسبة للفرينة والحليب عبرتهم بهذا الكيس السعة تاعو 220 مل. هذه بالنسبة للمقادير. اما بالنسبة لطريقة العمل، اول شيء راح نفقس هذوك 3 حبات تاع بيض، راح نزيد معاهم رشة تاع ملح، ونزيد معهم ايضا لافاني، ونخلط هذو المكونات مع بعض. من بعد راح نزيد عليهم هنايا السكر، هاوليكم كيما هكا 2 مغارف كبار تاع السكر، يكونوا معمرين عادي ماشي شرط يكونوا بومبي. نضيفها ونخلط حتى نتاكد انه ذاب السكر. كي يذوب السكر في ذي المرحله حنزيد معاهم هذيك الكاس ونص تاع حليب، نزيد الحليب ونخلط. من بعد راح نزيد مغرف كبيره تاع شوكولا تختيني، من المستحسن انه تكون بدرجه حراره المطبخ يعني باش تتجانس مع المكونات بكل سهوله. نضيفها خلط حتى نتاكد انه تخلطت لي مع المكونات كامل مليح وتحلت. في ذي المرحله راح نزيد الكاكاو ونزيد الفارينة اللي هي الطحين. ما ضيفوش الكاكاو وحده لانه يغلبكم باش يدخلكم في الخليط، ضيفوه مع الفارينة ونخلط كل شيء مع بعض حتى وين يندمجوا ونتحصل على الخليط تاعنا. هنا يا بنات ما تكثروش الخلط بزاف، وكما شفتوا معايا يعني ميم با 2 دقائق تكونوا الخليط يكون عندكم واجد. في ذي المرحله حنصفيه، هذه نقطه مهمه انكم تصفوه لانه شوفوا الشوائب اللي حتلقوا. هنا يا بنات في المقادير كنت نسيت مكون واللي هو الزيت، 3 مغارف تاع زيت. صراحة أنا الخليط من بعد ما خلطته وصفيته رحت نغسل فيه ذوك المواعن اللي كنت نخدم بيهم، حوست على البول اللي فيه الزيت ما لقيتوش. من بعد كي رجعت للفيديو تأكدت أني ما درتش الزيت، على داكشي ضفته هنا في الأخير 3 مغارف كبار تاع زيت، ضفتهم وخلطت مع بعض. خلطت كل شيء مع بعض حتى وين ندمجوا ونتحصل على خليط بهذا القوام كما تشوفين معي. هنا يا بنات الخليط ممكن انك تغطيه وتخليه يرتاح معاك يعني من 10 دقائق حتى ربع ساعه، والا تخدمي به مباشره. كما ذكرت بنات انا قلت لكم غير الوقت اللي رحت غسلت فيه المواعن ورجعت هنايا نطيب فيه. بالنسبه للطيب جبت هنايا مقله درتها فوق النار على نار متوسطه وخليتها سخنت. من بعد زدت هنا شويه تاع زيت، ممكن نديروا زبده، انا درت الزيت لانه ما كانتش عندي الزبده ولا مارغرين. من بعد هذاك غير شويه تاع زيت مشي على المقله، من بعد نمسحيها كامل ونفرغ هنا الخليط تاع لي كريب، ونحاول اني نهز المقله ما تكثروش وما تقلوش، يعني ديري غير على قيس المقله اللي عندك فقط. نمشيها ونخليه حتى وين تنشف ويطيب معي من الاسفل. كيفاش تعرفي؟ راح تلاحظي انه الجوانب بداو يتنحاو عندك شويه على الجوانب، نشفوا في ذيك المرحله تعرفي انها طابت. تقلبيها تخليها ايضا تطيب معك تدي معك شويه اللون وتنحي. هنا بما انه راهم بذوق الشوكولا شويه ما يبانولكش، انتبهوا لا يتحرقوا لكم. هاليكم حاولوا انه مره على مره تدوروهم، وبهذه الطريقه يكونوا عندكم واجدين. هاليكم هذوك الثقوب اذا جاكم عادي زيديهم غير شويه وخليها تنشف. كي تلاحظي ان تنحت على الجوانب بكل سهوله تقلبيها تخليها تدي اللون على الجانب الثاني وتنحيها. هنا البنات شوفوا معي انا طيبتهم كامل. كي طيبتهم غطيتهم بكيس لانه باش يشدوا لي اول شيء السخانه، وثاني شيء باش ما يبسوليش لانه انا طيبتهم كامل من بعد باش وليت نعمر فيه.
هنايا بنات للمونتاج واش راح نستحقو، راح ندي هنايا هذيك الحبه تاع الكريب حطيتها على بلون دو طرافاي تاعي يعني راه نظيف. راح ندي هنايا شوكولا اتارتيني نفس الشوكولا اللي استخدمتها هنايا في الحشو، وراح ندير نمسح كامل هذيك الحبه بالشوكولا بهذه الطريقه. من بعد راح نزيد عليها هنايا البنان اللي هو الموز، ندير هكا قطع تاع بنان كنت قطعتهم هيك شرائح، نزيد معها شويه تاع جوز، وراح نزيد معها البسكوي. انا استخدمت هذا فقط الجوز والبسكوي باش يمد لنا قرمشه. ممكن تستغني على الجوز، تستخدمي غير البنان والشوكولا والبسكوي. مهم اللي متوفر عندك استخدمي، ماشي شرط يعني اذا ما عندكش كامل استخدمي شوكولا اتارتيني فقط ولوي عليها. هذا واش كاين يعني مش شرط تستخدمي هذو الامور. انا استخدمت واش متوفر عندي في الدار باش يجيني حشو مقرمش. كيما شفتوا معايا درت البنان، درت الجوز، درت البسكوي، من بعد لويتها كيما نلوي الحبه تاع البوراق. في الاخير كامل جبت نفس الشوكولا تاعتي درتها في لابوش ودرت خطوط من الاعلى وزينتها بهذيك الشوكولا بايت شوكولا كيما تشوفيها معايا. في الاخير كامل بنات هذه هي الوصفه تاعي لي كريب بذوق الشوكولا بحشو مقرمش هايلين بزاف. هنا دوكا هذه الحبه كنت درت في مقله شويه اكبر من هذيك باش تجيني الحجم تاعها شويه طويله كما تشوف معايا. في الاخير كان بنتكم نتمنى ان وصفتي اليوم تكون تعجبكم، نتمنى انكم تجربوها لانه صح هايله بزاف وراح تنال اعجابكم كما ذكرت لكم. في الاخير ما تنسونيش بنات بليجيم اشتراك في القناه تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اذا جربتوا اي وصفه من وصفاتي ما عليكم غير انكم تبعثوهم لي على حسابي الخاص بالفيسبوك. راح اخليكم جميع الروابط الخاصه بي في صندوق الوصف في التعليق المثبت. اعذروني بنات اذا غلطت ولا شي حاجه في الهضره لانه صح راني تعبان. سلام.